وانا عايز اعمل حاجه، عايز اشكر بس مستحي من وجود مدام لميس. يعني ازاي استنينا من واحد بيشرب تارجت عشان انه يوفر صفقات سوبر للفريق؟ مساء الفل عليكم. طبعا انت كزملكاوي عارف وفاهم وواعي، ولو سألتك عن نملة عدت من جنب مرمى الزمالك في مباراة من 10 سنين فاتوا هتفتكرها عادي جدا، وهتقولي فاكرها طبعا. انت بتتكلم عن النملة الجبلي اللي عدت على خط مرمى الزمالك في مباراة بتروجيت في السويس اللي كانت الساعة 6 في التوقيت الشتوي، مش كده؟ طبعا طبعا. عارف انك عفريت وفاكر وفاهم كل حاجة، وده اللي بيخليني دايما اراهن عليك. انا هنا كلامي عن الزملكاوي اللي بيحب الزمالك بس، وفاهم وواعي، مش بتكلم عن الناس اصحاب المصالح والناس العيانين اللي بتشتمني في الكومنت، اللي انا والله ما شايفهم اساسا. انا يا دوبك لسه راجع بقالي حلقتين لقيتهم بيشتموني، معرفش ليه. لكن ده مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا احسن. انا كنت اتكلمت قبل فترة غيابي الاخيرة عن لاعبي الزمالك والاهلي المنضمين حديثا للجزيرة والميت عقبة، انهم لو لقوا لاعبين ملتزمين وكابتن وقائد للفريق ونظام اوضه اللبس ماشيه بيه، لو كان رونالدو وقتها هيتبع النظام. لو لقوا زمايلهم في الملعب طافحين الدم وبياكلوا النجيله وما بيبخلوش بنقطه عرق وبيموتوا نفسهم عشان يفوزوا في اي لقاء بيلعبوه، وقتها اللاعبين المنضمين حديثا مش هيكون قصادهم غير انهم يمشوا على نفس خطى الموجودين، وهيستحوا يتدلعوا لا يتفضحوا ويتكشفوا. اما اذا كان المنضم حديثا للجزيره او لميت عقبه جه متحمس كونه جاي نادي كبير وعنده طموحات واحلام عايز يحققها، ولقى الموجودين غير ملتزمين واوضه اللبس سداح مداح ومفيش نظام، وقتها طموحاته كل ثانيه هتقل واحلامه هتتحطم وهيتدلع زيه زي الموجودين، ولسان حاله هيقول هو انا جاي احارب لوحدي؟ خليني اديك مثال عشان يكون الكلام واضح بشكل كبير. فاكر صلاح الدين مصدق؟ صلاح الدين مصدق أول مباراة ليه كانت مباراة قمة، وقتها ظهر بشكل يخليك تحس إننا تعاقدنا مع راموس. قارن بقى ما بين مستوى صلاح مصدق وقتها وحماسه وغله الكروي وما بين أدائه النهاردة، واستعين باللقطة اللي كانت في مباراة أول امبارح قصاد المصري وعواد بيزعق للعيبة ومصدق بيقول له اهدى. تخيل يا عزيزي متعادلين والماتش بيهرب مننا وبنبتعد عن المنافسة، ومصدق الحماسي الجد اللي شفت فيه غل كروي ما شفتوش في مدافعين كبار في الزمالك بقى النهارده فين وبيعمل ايه، وشايف التعادل الكارثي بالنسبه لنا مرضي قد ايه. ناصر ماهر اول ما جه الزمالك كان بيولع في نفسه بجاز لو شارك وما ظهرش بالشكل الجيد اللي يرضي طموحاته. ايه بقى رايك في ناصر ماهر النهارده؟ شحاته مثلا، هل شحاته اللي مع اول مشاركه ليه خد كارت خلاه قعد 4 5 ماتشات على الدكه بسبب حماسه ازاي هو شحاته اللي انت بتشوفه النهارده؟ شحاته بالمناسبه مش وحش، شحاته لاعب كبير جدا عنده امكانيات كبيره جدا جدا، لكن عنده القدره يكون افضل من كده بمراحل، لكن محتاج لاعب جنبه يعليه مش يحبط معنوياته. اصل يعني ازاي هتدوس على نفسك وتطلع كل اللي عندك وتكافح وتجاهد وانت شايف اللي جنبك ماشي بمبدأ نام بينا نام وطريها الناس لبعضيهم؟ العادي انك الزمالك وان يكون لعيبتك بنفس روح وقتال ناصر منسي. وبالمناسبة انا عايز اقولك ان الفنيات مش كل حاجة، وهديك برضه مثال بسيط. هل في اتنين في مصر ممكن يختلفوا على فنيات فتوح؟ لا طبعا. طب هو فين فتوح النهارده؟ هل في اتنين في مصر ممكن يختلفوا على فنيات ناصر ماهر؟ لا طبعا. طب هو فين برضه ناصر ماهر النهارده؟ قوانين المكان يا عزيزي والعقلية والغيرة شيء في منتهى الأهمية، وقوانين المكان هي الأهم على الإطلاق. لأن ناصر منسي مثلا إذا فضل يجتهد طوال الموسم وفضلنا ما بنكسبش وراح منه حلم المنافسة على لقب هداف الدوري، مش هتشوفه تاني زيه زي غيره. الزمالك يحتاج لنظام جديد، الزمالك محتاج يتفور بداية من رئيس مجلس الإدارة ولحد مدير الكورة واللاعبين في الفريق. الزمالك لعيبته اتملكت منها الروح الانهزامية وبقوا بياكلوا عيش، وده نفس اللي حصل خلال ال10 سنين الأجاف، وما رجعتش من تاني الروح والبطولات غير بتغيير جذري وتسريح 90% من اللاعبين. الزمالك عشان يعود من تاني لازم الفريق كله يتغربل، وقبل ما الفريق يتغربل يجي مجلس إدارة مقتنع إن السيستم كله محتاج يتغير. اللي حصل في 100 عقبة النهاردة إنها قفلت ضمنة، لا هينفع تشيل ورقة من هنا تحطها هنا، ولا هتعرف تبدأ من جديد غير لما تبوظ وترتب من جديد. وتأكد إنك لو جبت رونالدو مش هيقوم الفريق طول ما الأساس بتاعك مخوخ، مهما بنيت فوقيه هيقع تاني. أنت محتاج تدخل في الأساس بلودر وتحفر وترمي أساس من أول وجديد، غير كده مفيش حاجة هتحصل. أتمنى تكون فهمت أنا عايز أقول إيه، وأكون وصلت لك بطريقة مبسطة الوضع الحالي في 100 عقبة أيها الزملكاوي الفاهم. أما الشخص العيان اللي كنت اتكلمت عنه في بداية كلامي فأحب أقول له منتظر شتمتك بالكومنت، صدقني بتسعدني وبتعرفني إننا ماشيين صح وقارين المشهد بشكل كويس جدا. أزمة مشاركة جرادي شار مع النادي الأهلي في مونديال الأندية أصبحت منتهية بعد ما اللاعب تواصل مع مسؤولي منتخب بلاده وشرح لهم
انه عايز يشارك مع الاهلي في مونديال الانديه، وبناء عليه اتحلت الازمه، وجراديشار هيكون متواجد مع الاهلي بدايه من معسكر الاستعداد لمباراه ميامي. ده كان فيما يخص ازمه مشاركه جراديشار مع النادي الاهلي في المونديال. اما فيما يخص ازمه وسام ابو علي، فاللاعب هيشارك مع منتخب بلاده في مباراه يوم 5 قصاد الكويت، واذا قدر المنتخب الفلسطيني يفوز في اللقاء ده، وسام هيكمل مع المنتخب وهيلعب مباراه يوم 10 قصاد عمان، وبعدها يسافر امريكا عشان ينضم لمعسكر الاهلي قبل اول مباراه في كاس العالم للانديه باربع خمس ايام. ولو المنتخب الفلسطيني ما حققش الفوز في مباراه الكويت، هياخد اول طياره وهيلتحق بالاهلي، وده كان موقف وسام ابو علي. اما فيما يخص ازمه الاجانب في الاهلي واللي انتشرت بشكل كبير في الفتره الاخيره، فانا اعتقد انها ازمه ملهاش لازمه، لان الخمس اجانب في الاهلي في الموسم الجديد هيكونوا كالاتي: اشرف بن شرقي، جراديشار، اشرف داري، ديانج، ومحمد علي بن رمضان. علي معلول الاهلي خلاص مش هيجدد له، يحيى عطية الله مش هيفعل بند شرائه، رضا سليم وكريستو مروحين، واعتقد القصه منتهيه. الازمه كانت هتبقى موجوده لو الاهلي بيفكر يتعاقد مع لاعب اجنبي تاني، وانا اعتقد ان ده مش هيحصل. الاهلي خلاص قفل قائمه الاجانب واستقر على الخمس لاعبين اللي كلمتك عنهم من شويه. لكن خليني اقول لك ان خط وسط الاهلي في الموسم الجديد هيكون رائع ومتكامل، واي اوبشن هيكون متاح لاي مدير فني هيكون متواجد بدايه من الموسم الجديد. انت بتتكلم عن ثلاثي دفاعي مرعب حرفيا، بتتكلم عن مروان عطيه، حمدي فتحي، اليو ديانج. خط بارليف ده مش خط وسط دفاعي. هجوميا بقى بتتكلم عن محمد علي بن رمضان وامام عاشور وقفشه. خلي بالك بقى، بن رمضان ده حكايه وروايه كبيره هتشوفها وتعيشها بنفسك لما تشوفه في الملعب. اما بقى في الخط الامامي موجود شرقي وتريزيجيه وزيزو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. يعني مد ايدك واسحب اي اتنين ونجات والعب بيهم عادي جدا، وهيدولك نفس الكواليتي وهياكلوا بعض على اللي يشارك في التشكيل الاساسي. سواء لعبت بجراديشار او بوسام ابو علي مش هتفرق، الاتنين لعيبه صيادين وهدافين من طراز فريد. الاهلي الموسم اللي جاي دكته هتبقى بنفس قوه تشكيله اللي هيبدا بيه. انا مش بحسد والله، انا بس بفكر في مواجهه الاهلي في القمه في الموسم اللي جاي بصوت عالي، وبحاول اشوف هنحلها ازاي، وازاي نقنع مجلس اداره الزمالك اننا داخلين على كارثه في الموسم اللي جاي اذا ما عملناش احلال وتجديد للفريق، او على الاقل عملنا 7 8 صفقات محترمين يشيلوا الفريق ويغيروا دمه. شوف، هو انا عايز اعمل حاجه، عايز اشكر، بس مستحي من وجود مدام لميس. انا مش فاهم ازاي احنا اتغمينا واتخمينا بالشكل ده. يعني ازاي استنينا من واحد بيشرب تارجت عشان انه يوفر صفقات سوبر للفريق؟ احنا اكيد كنا بنهرج. عموما كلامنا لسه ما خلصش، ومؤكد لسه للكلام بقيه، فانتظروني ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.